بيكون عباره عن بلاط بس انا طالع على سطح المليار. تعالوا معي. صراحة ما بعرف قد ايه بالضبط. تقريبا. وحياة ستي ما بعرف. ستك توفت؟ الله يرحمها. عم بحبها تحلف كثير بحياتها. لانه يا ما عشان أوكي. هيك، لانه انا ما بفوت بالارقام. اوكي. بتعرف نحن فاميلي بزنس. في عندي خيي هو الفاينانشال انجينير انتو نمبرز. بتعرف جماعة الماركتينج ما كثير بيحبوا يفوتوا بالنمبرز. نحن بنحب اكثر الكرياتيفيتي، وانت بتعرف اكيد كل شيء خاصه بالابتكار بالابداع، انوفيشن اون تايم. بس فوت ارقام بيوجعني راسي. ما بتدخل. عم بحاول يضيعني يعني. لا ابدا وحياتك مش عم ما ضيعني. بتدخل ابدا مان، بيوجعني راسي. تقريبا فينا نقول بالشهر فوق المليون ولا تحت المليون. هلا اذا بدي اقول لك هلا على رقم، يمكن تقول امير بيعرف وما بده يقول. اوكي، او يمكن المشاهدين يقولوا مثلا انه امير بيعرف وما بده يقول. اوكي، بس انا شغلي انت بتعرف. طب بس سؤال، قد ايه Yes. انت بتصرف بالشهر؟ اذا ما بدك تقول لي، ما بدك تقول لي قد ايه هلا اذا السؤال الثاني كمان ما تقول لي ما بعرف، لانه مستحيل. يعني كانسان ناجح مثلك مستحيل نعم. يكون عارف. نعم. ما بيعرف قد ايه بكون هلا بيصرف. انا اكيد عندي مصروف عالي. عندك مصروف عائلتك بالبي عندك ار والعائله والماركتينج والسفر. يعني عندي كثير، عرفت؟ يعني تقريبا بالشهر قد ايه يعني بتصرف؟ يمكن بين ال 15 او 18,000 هيك شيء 15 18000 عم تحكي تقريبا. اوقات كأمير. هيك اوقات اكثر. ما خص البزنس. لا انا مع كأمير، البزنس، مع مع البزنس. سفراتي، مع أوكي. بقى انا بتعرف انت، انا بسافر بالشهر 6-7 مرات. صح. بزنس تريبس، وببرم كثير والاوتيلات، وفي عندي مصروف مشان هيك. يعني اوقات يعني هيك الافرج 18 16 25 حسب. في اوقات سفرات بتكون طويله. طب امير، ليه بنظرك في كتير ناس بيخافوا يحكوا انه قد ايه هن بيطلعوا مصاري؟ معقول هن بيخافوا من الحسد ولا بيخافوا؟ شوف، في ناس عن جد بيخافوا من الحسد، في ناس ما بيحبوا يحكوا كرمال اشياء معينه. انا ما بخاف من شيء وما بيهمني شيء، وانا شخص بالنسبه للبزنس كارقام ما بيهمني. انا بيهمني النجاح، الابتكار، الابداع، اصنع فرق بالمجتمع لحالي لعائلتي. صراحه يمكن ليك نحن وصلنا للعالميه وعم نوصل اكثر كل يوم. نحن رقم مش محلي، عالمي. طب سو لانه في شغف مان، انا ما بتطلع بالارقام. طب بنظرك اذا انت وصلت للعالميه، نعم. مين هو الشخص اللي سرق فكرتك بس بدي تسمي لي اياه؟ صراحه ايه، في حدا عم يحاول تو كوبي اس بطريقه ما طبيعيه. براند اسمه لوكسيتان. بتسميه؟ ايه شو عملنا؟ حطينا مغسله، يعني في تقليد بطريقه ما طبيعيه. براند اجنبي هو، فرنسي، في تقليد خيالي. بس هذا الشيء حيقويه اكثر هلا انك سميته. فيني اقول لك شيء، انا حتى ما عم اطلع فيهم. نحن ما بنقلد حدا، نحن بنصنع الفكره. الوالد بيقول باستراتيجيه العمل للتصنيع تبعنا وللتسويق وللبوزيشننج، بيقلنا قوه الحقيقه، ونحن بنصنع فكره ما بنصنع منتج. هن عم يصنعوا منتج او غيرهم اللي عم يقلدونا، بس للاسف ضعيف اللي بيعمل كوبي. طب قوي اللي بيصنع الفكره، هو صاحب الفكره. مين اهم من خان الصابون؟ خان الصابون. خان الصابون. بس اهم من خان الصابون خان الصابون. ثقة بالنفس كثير عالية. عفوا، مين وصل للصين من لبنان؟ ما بحس. نحن صار لنا 8 سنين، ومن كم يوم سفير الصين بينزلنا ارتيكل عم يشكر خان الصابون ويقول رواد الاعمال بلبنان تعلموا كيف خان الصابون صار عم يصدر للصين. الصين العظمى. عملوا معي مقابله CCTV وكل تلفزيونات الصين. اجوا ليعملوا معي ارتيكلز، شافها مئات الملايين، انه كيف نحن قدرنا فوتنا هالمنتج العظيم، هالكواليتي العظيمه لشعب الصيني يتقبل براند عربي لبناني ما بيعرف هو شو يعني لبنان. تخيل عرفنا فعلا. نسبه معينه من شعب الصين على شيء اسمه لبنان من خلال عطرنا وصابوناتنا وحبنا وشغفنا. طب معقول هذا الشيء اللي عم تحكي عنه هو من وراء انك دفعت لكثير انفلونسرز كرمال يعملوا لك دعايه، ولا ما دافع لولا حدا؟ ولا حدا، ولا تلفزيون، ولا بنعمل حتى اعلان ممول. يعني انت بتعرف وبتشوف الانسايتس. انا هذا الكوارتر اللي مرق بس على تيك توك عندي 84 مليون مشاهده. اورجانيك 1000%. المحتوى الحقيقي، الشيء الحقيقي. بعدين اليوم نحن الانفلونس تبعنا حقيقي على المجتمع وعلى العالم. يعني تخيل انا كل الاودينس اللي بيشوفوني هن لبنانيه، سوريه، اردنيه، عراقيه، عرب. سو اليوم هيدا عم يشوفك من كل العالم. اليوم نحن عندنا ويتنج ليست، ناس كثير بدها تعمل معنا بزنس. صح. اليوم البراند عامل ضجه بالعالم لانه صح. حقيقي مان. اسمنا فخامه البساطه. صحيح. والله هالقد وحياتك. طب أمير، انا اليوم شايف هالقعده الحلوه صح قد ايه بسيطه، صح. قد ايه بتشبهنا.
صح. انا عم احكي مثل ما شايفين السماء والارض والطبيعه احمد. نحن هدفنا اساسا هيدي القعده على السطح أوكي. اسمه سطح المليار. لهيك انا بدي اسالك سؤال، بدي Yes. منك بس شغله تعطيني بريف سريع، كيف نجح خان الصابون، وين كان خان الصابون، وين كان دكتور بدر حسون؟ هلا نحن بدنا نكون واضحين ونكون حقيقيين. اليوم خان الصابون هو براند حقه مليارات، طبيعي. هذا معروف. اليوم البوزيشن تبع البراند عالي جدا. طلال ابو غزاله كان عم يقنعنا بكذا شيء، لانه هو وكيلنا من 20 سنه استاذ طلال. ما قبلنا. شركات عالميه اذا بدي سميها هلا اجت لتفوت معنا شراكه لتحط البراند تحت الامبريلا تبعيتها. اجتمعنا معهم بباريس 6 مرات وما قبلنا بعناهم. اليوم عم تحكي خان الصابون عنده اسم حقه مليارات. اوكي، لانه اليوم القيمه صارت مش ماديه، معنويه. يعني اليوم قيمه الاسم جدا عاليه. صحيح. وعم تزيد وعم تتطور وعم تكبر. صحيح. هيدي حقيقه ما فينا، يعني نحن اليوم فرجينا لرواد الاعمال شو فيكم تعملوا اذا كنتوا عندكم شيء مميز وعم تتطوروه وعم تبتكروا فيه وعم تعطوه حق وعم تصنعوا فكره، مش تجي طب تقلد. قد ايه ممكن الرقم اللي يوصلك لتبيع خان الصابون؟ ما تبيعوا لو شو من كان، والا ببيعوا. كنا بعنا. عفوا، اليوم انت بتعرف والمجتمع بيعرف والناس اللي محترمين وبيفهموا وعندهم اناقه فكريه بيعرفوا انا شو عم احكي. اليوم نحن صح لنا نعمل البراند تبعنا والقريه تبعتنا بدعوه من الدوله الفرنسيه. صح لنا نعملها باستراليا، صح لنا نعملها بالقصيم. اجتني دعوه من امير القصيم لاطلع زور القصيم من سمو الامير شخصيا، ولتكون عملوا قريه بيئيه وبدهم نحن البارت تبع القريه البيئيه تبعنا يكون من ضمنهم. اليوم اجانا كثير عروض مهمه لانه نحن قصه نجاح مهمه جدا عالميه. اليوم هون شو بدهم حدا يجي يعمل انتاجيه ويصنع الفرق. اليوم نحن عم نشتغل على مستوى العالم مش على حدود الوطن، ولكن جذورنا وانتمائنا للوطن. مشان هيك ما تركنا لبنان. اليوم انا بحكم وجودي على السوشيال ميديا في كتير اشخاص اعمارهم فينا نقول بين ال 17 18 لل 20 سنه بيسالوني اسئله، كيف بدنا نصير ناجحين، كيف بدنا نوصل للثراء. شو فيك انت توجه لهم رساله عبر خبرتك بخان الصابون وعلى السوشيال ميديا؟ بلا فزلكه وحقيقه، ستريت فورورد هيك دغري على السريع. الايمان، ايمان بربنا، رضا الاهل، الابتكار، الابداع، تنميه المهارات، تآمن بنفسك. اذا ما امنت بنفسك وحاربت الفكر الغلط ما رح تنجح. والله اتس مايند سيت، هي ما أنا كلمه هيك، طريقه التفكير. نيتك، حسب نيتك بترزق، الله بيعطيك. اليوم الكونسيستنسي مهمه جدا. في ناس بتتجر بتيأس ما شو معنات بيكفي. كونسيستنسي؟ الاستمراريه. استمراريه الاستمراريه اليوم عفوا في حدا بيقدر يعمل بطل بالكيك بوكسينج اذا ما استمر وتمرن وصار بيصير بطل؟ اكيد لا. اذا بدي انا اجي اليوم عندي دايت، بدي انا اضعف هالقد، اذا ما في استمراريه فيني اوصل للهدف وشيل الخمسة او 6 كيلو؟ والبزنس لتكون رائد اعمال لتنجح لازم يكون في استمراريه وفي فكر ايجابي. ما تطلعوا بالاخبار، ما تشوفوا شو عم يصير، ما تكونوا طائفيين، ما تكونوا عنصريين. يعني وضع البلد ما بيأثر على ولا شخص ابدا. ليكن نحن وصلنا للعالميه، وصلنا للملك تشارلز وللسمو الامير محمد بن سلمان وللملك فيليب وللبابا فرانسيس ولكل الدنيا ومن لبنان. بس كل لبناني بيعرف انه نحن حقيقيين. صح. ونحن بنحب الناس ومشان هيك الناس بتحبنا. صحيح. شو النصيحه اللي كنت بتتمنى حدا يقول لك اياها من 10 سنين؟ صراحه ما عندي جواب، لانه انا كل يوم بحب حدا ينصحني. انا شخص بحب اسمع وبآمن بالاستبدال الافكار، لانه من شارك الناس شاركهم في عقولهم وافكارهم. طب اي احلى نصيحه وصلتك من حدا نصحك اياها؟ من الوالد والوالده دائما، بالاخص الوالد والوالده. النصائح تبعيتهم هي دائما اللي بتعمل فرق بحياتي. اعطينا نصيحه منهم. يعني الوالده بتقول شيء هيك بيقولوا بالستريت توك رائع جدا، بلغه الحقيقه، بلغه الشارع، باللغه الحقيقيه. الوالده بتقول لي اذا انت عم تطبخ رز ما بيصير شوربه، اسمه رز. الانسان شو بيزرع بيحصد. زرع خير لتلاقي خير، حتزرع شر رح تلاقي شر. شو بتقدم للناس الله رح يبعث لك على قد نيتك. all about karma. والله امي بتقول لي اياها، حسب نياتكم ترزقون. عشان هيك انا بقول الايمان هو قوه. صحيح. الايمان اليوم انك تكون انت مؤمن، اذا كنت انت مسلم او مسيحي، مؤمن بربنا، يعني مؤمن بارضك، يعني مؤمن باهلك. صح. الايمان والانتماء. حب الوطن هو كمان جزء لا يتجزأ. عشان هيك اللي ما بيحب وطنه عنده شيء ناقص.
حب من طرف واحد صحيح. ما بيزبط. صحيح الارض هي مباركه، هي اللي عم تقدم، هي ارض انبياء وارض قديسين. صح. مثل ما نحن بنشوف في كتير ناس عندهم نقص بالوطنيه بهيدي البلد. انا لاني وطني كتير، بحب وطني، الناس بتحبني، عشان هيك انا بطلع بفيديوز وبقول لهم ما حدا يحمل على غير علم لبنان والجيش. يا ريت في عنا سيستم بيمنع كل الاعلام، اوكي، وعلم واحد اسمه علم لبنان فقط لا غير. معقول يصير في سيستم عنا بلبنان؟ هلا انا بشوف انه بفكر الصديق العزيز الرئيس جوزيف عون عنده هيدي الفكره، وانا عندي الانتماء للجيش، وهو شخص عنده هيدا الفيجن. يا ريت يساعدوه اللبنانيين يا رب. وتنشال كل الاعلام ويدل علم واحد اسمه علم لبنان فقط لا غير. شو اكبر غلطه عملتها بحياتك وتعلمت منها؟ اكثر غلطه عملتها بحياتي بحكي بوضوح، وبوضوح. انك توثق ببعض اشخاص وهو ما لازم توثق انت، لازم تدلك تشيل قلبك على جنب. شو عملوا لك؟ كتير مطبات وجوهر بتاخدها بحياتك، والناس هي بتعلمك. حلو تكون طيب وكذا وهيك، بس هل حدا من هالاشخاص كانوا معروفين؟ في ناس معروفة أكيد، وفي ناس معروفة فينا نسميهم؟ لا ما في داعي، لأنه بتعمل لهم قيمة مان. ما فيك تعمل قيمة لناس هن بلا قيمة. قوية يعني. قوية قوية. يس أكيد، عرفت؟ سيرة الوطنية. اوكي. من كم يوم كان في وزير عم يحكي شيء على طرابلس. هلا أنا ما بيهمني، لأنه عفوا يعني أنا معروف قدام محبوب، ومحبوب على كل المستويات. طلعت قلت له انه طرابلس، عم يحكي على طرابلس وعلى ناس بطرابلس، طلعت قلت له طرابلس لبنانيه اكثر منك ومن لبنان. اوف. هلا يمكن غيري بيخاف يحكي، بس انا طب بركي بعد حدا من المافيا تاعوله هذا انا الوزير. امير حسون، لا هو ولا المافيا لهم قلب يعملوها. والله انا شايف حالي اكثر منه، انا اقوى منه، انه عادي يعني. حلو. بس انه اخر شيء انا وطني لبناني، ما بحب لا طائفيه ولا عنصريه. طلع هو قال كلام مش حلو، طائفي وهيك ما حلو. لا طرابلس لبنانيه، طلعت قلتها انه طرابلس لبنانيه اكثر منك مثلا. شو اغلى شيء اشتريته بحياتك؟ اغلى شيء اشتريته بحياتي غير سيارتك اللي تحت. اغلى شيء اشتريته، بعتقد انه كل العالم تعرف انه امير شو بحكي بصراحه. احكي بصراحه. اغلى شيء دافع حقه، ما تقول لي هلا لا. ما تقول لي هلا انه لا، غلى لا. الصابون لا 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 شيء دافع اغلى حقه. شيء اشتريته بحياتي آه. وحياة الله محبة الناس. لا 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 انا قلت لك لا 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 الله. ما بدي حكي سياسه، ما عم احكي بدي سياسة. شيء بالمال اشتريته بالفلوس. وحياة اهلي انه اغلى شيء اشتريته اللي ما بينشرب مصاري هو اغلى. ما انت عم تقول اغلى. طيب. انت ما قلت بمصاري. طيب. اغلى. طب محبة الناس، رح نغير نعم. صيغه السؤال. نعم. شو اغلى شيء اشتريته بحياتك بس بفلوس، بمال، بمصاري؟ اوه ايه، في اللي اندفع حقه، تعب اللي وصلنا لهون. يا زلمه يا زلمه منا واحد امير. تعب اللي وصلنا مش لهون. طبيعي جايز، منه طبيعي. حدا في يقول غير هيك؟ اذا حدا بيقدر يسحب منه الكلام لامير بعطيني بده اياه. بس قل لي منو حقيقه اللي عم بلا احكيه؟ حقيقة. هيدا حقيقة. منو تعب، منو حقيقة. عرق جبين، حقيقة ما بصراحة. دفعت من وقتي صح. ومن حياتي صح. ومن صحتي صح. ومن وقتي اللي انا ممكن اكون عم اعمل شيء فيه. صح. انا عم اعمل فيه للمجتمع. يعني اليوم حدا بيقول لي شو اخذك على الشوف، شو اخذك على الجدوب، انه صح. انا طالع اعمل شيء مع حدا فيده وكذا. انا بحب مان شغف. طب امير انت بس تفيق اليوم كل يوم الصبح، نعم. اول ابلكيشن بتفتحها شو هي؟ تيك توك. تيك توك. تيك توك دغري تيك توك. بحب يعني ولا عندك تيك توك addiction على وبيحبني. تيك توك. بحب تيك توك. اوكي. يس. فيك تعتبر حالك مدمن؟ sometimes ايه. sometimes Yes. يعني بس مدمن انت، بس انت اخذ الادمان على الواي البوزيتيف، عم تستفيد منه لهذا. هيدا اللي لازم صح؟ نوضحه. معك خبر اني انا بعتبر تيك توك education. صح. انا بتعلم من اداره حسب تيك توك. انت كيف بدك تستعمله. مايند سيت يا كبير. اليوم اذا انت فكرك ايجابي حتلاقي الايجابي. صح. تفتح رقاصاتي بيطلع لك رقاصات. قوية قوية قوية. تفتح الفيد تبعي اوكي. وحياة الله يا بتلاقي حلوين، يا بتلاقي حدا عم يحكي اشياء بتفيد كلها education، يا بتلاقي قرآن. اوكي. يعني انا شخص بحب هيدا الشيء، بحب الحياة، بحب الناس، بحب العالم، بحب الحلوين، بحب شغلي، بحب اتعلم. يعني بتلاقيني عم افتح عم شوف دكتور خالد، عم شوف فلان، عم شوف في ناس بتحكي شيء والله بيغير لك مسار حياتك، بيعلمك. اذا رايح على غلط بيعمل لك ريدايركشن على الصح. عشان هيك تيك توك بيفيد كبزنس، كاديوكيشن، كفاميلي، كاولاد، كيف بعامل عيل. فينا نشوف اخر سيرش عمله على تيك توك على شو كان؟ ايه اكيد. هلا عمين معمول اخر سيرش على، انا بقول لك عمين بحياتك اكثر شيء بخاف اخسره هلا بعيدا عن لا سمح الله العائله، عن انت اكثر شيء بتخاف تخسر يمكن يعني كشخص بجسمك، يمكن أوكي. فيني احكي بوضوح. اكيد. انا كشخص اليوم قيمه البراند تبعي مئات الملايين. يعني قيمه ثروتي هي مئات الملايين. جاوب على هذاك السؤال. اوكي.
انه شيء واضح هذا اليوم، انه انا براند عالمي منه شخص او اسم عادي. يعني ما بيهمني اخسر اي شيء الا عائلتي واهلي وصحتنا. عشان هيك دائما بدعي انه الله يديم علي وعلى اهلي نعمه الستر والصحه، طب والباقي كله اي ميك ات. لما يسالوك العالم شو اهم، المال او الصحه، شو بتجاوب؟ الصحه. الصحه، نعم، الصحه والعيله والاهل. ما فيك تجاوب انه ما خصهم ببعض؟ لا ما فيني جاوب، بيكون عم كذب. واللي مم. بيقول لك كان غير هيك. العيله اخسر كل شيء، ولا حدا من عائلتي يصير له شيء، ولا حدا من حد عائلتي اذا بدك. امير، يس. انت اليوم قاعد على السطح، نعم، بس فعليا بس انا على طول انت فوق. انا على طول على السطح. بس انت فوق مين؟ ها انا فوق مين؟ ماني فوق حدا. انا على طول على انت على طول على السطح. السطح، بس فوق مين؟ انا على طول على السطح باعمالي، بادائي، بشغلي الحلو، بسمعتي الطيبه. انا على السطح، منك مش على فوق السطح العالم؟ بغير معنى. منك لا فوق العالم؟ لا 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 اكيد. منك فوق امير قبل ما يصير امير؟ انا فوق امير كل الوقت، كل الوقت بدي اكون امير الاحسن. انا أوكي. فوق امير بس. بس انت منك فوق اي حدا. لا لا اعوذ بالله. انت على السطح بس منك فوق اي حدا. انا فوق السطح اذا بدك. فوق السطح بس Yes. مين في تحتك؟ الغيوم، مين في تحت المطبات، الغيوم؟ الجوار، اوكي. الناس اللي ممكن بدها تكون بتضر. يعني بتعرف الامام علي بيقول التكبر على المتكبر صدقه. انا دائما بحب كون فوق، بس بالاصول، لانه ما في وهم اليوم. بس انت شو صار قصدك عندك بكلمه ما في وهم؟ ما في وهم، لانه يعني اليوم في اشخاص بتوهم. اكيد في ناس ما بيكونوا عندهم 0.0 من اللي انا عندي اياه، بس بتلاقي عنده وهم كثير كبير. اليوم انت بس ما بتعرف بيوصل للمرحله اللي انت وصلها. ايه وشو يعني بيكون وهم. اليوم انا شخص بالنسبه لي، قلت لك من شوي في عندي جواب جاوبك اياه مشان يكون واضح جدا. دائما قد كل يوم انا الحمد لله كل يوم عم اكبر، كل يوم اسمنا عم يكبر، عائلتي عم تكبر، براندنا انا واخواتي كل يوم عم يكبر. انا اليوم عندي شيء من التايتل، اخر شيء بحب اقوله لكل العالم بالنسبه لي، الفاينل: إنا لله وإنا إليه راجعون. اوف. انت شو ما عملت، وين ما رحت، هي حقيقه مان، وين طلعت، وين ما حوصل، عندي ايمان ويقين انه نحن إنا لله. اليوم ليه ما تكون حقيقي؟ ليه لا تتكبر على العالم؟ انا ومارق بالطريق هلا هون تحت مليون حدا بيوقفني. طب والله انت متواضع، ليش؟ ومين انت لحتى ما تكون لك مين انت شو؟ في ناس هي شو فيك تقول وهم. للاشخاص للي عندهم من 100,000 فولور لل 10 مليون، فيني اقول لك شيء؟ يلي بيشوفوا حالهم يعني اليوم انا شخصيا مصادف كثير اشخاص عندهم من 100,000 لل 10 مليون. في كثير ناس بتلاقي مناخيرهم بالسما. هلا بتلاقي في رساله من دون تسميه اي شخص. لا فيني اقول لك شيء. انا بدعي انه الله يشفيهم ويهديهم، لانه حتى في ايه بالقران بتقول انه في نفوسهم مرض فزادهم الله مرضا. صحيح. اليوم نيتك الطيبه بتكون طيبه اتجاه اي انسان. عشان هيك نحن بالفيديوز تبعتنا شو بنقول؟ الحب والانسانيه هي فوق كل الاديان. الحب والانسانيه. عشان هيك انا بس بدي اربح حدا واعمل خير مع حدا او اعمل اي شيء حلو، ما بقدر اقول له اساله شو دينك او صح. شو جنسيتك مان. اليوم في مرض، بس شو دخلني فيه؟ انا عم اقطع وما عم فكر فيه، انا عم كفي لقدام، ما بتطلع شو انحكى وشو انعمل وشو بده. لانه نحن لو بدنا نطلع بالعالم اليوم في ناس ما قادره تطلع تعمل محتوى او تتكبر البزنس تبعها، لانه خيفانه من حكي العالم. اللي بده يخاف ما راح يوصل. صح. هي نقطتك. شو فيك تقول لهم هلا؟ بقول له طلع على الكاميرا تاعيتك. الانسان اي حدا عنده بزنس، الانسان رهن طموحه وافكاره، بس هيك. توكل على الله، خليك مآمن بنفسك واستمر وقول يا رب. ذاتس ات. مين اكبر رجل اعمال بتحسه كذبه كبيره؟ ذكرني. انت لازم تقول لي. بخبرك شيء، ما خبرني بتابع شي. هول الناس الفيك، ما بيهموني. بس في كتير ناس فيك. ايه بس ما بتابعهم ولا بيهموني ولا سوري بدي رد على الوالده بس. ايه الو. انا بس ببيروت. الله يسلمك يا رب. ايه والله قاعد مع رفيقي على السطح عم نحكي بالمليونز والبليونز. ادعي لي رضاكي علينا. لا تنزيل غير قد نوع. قعده حلوه، قاعدين على السطح بتجنن. مع بعض. ايه والله. مش قاعدين ايه لا باستوديو، غير قاعدين شكل على وجو السطح. رائع وشي بيعقد. سطح المليار. هيدا السطح والله اسمه بيكون سطح المليار. سطح المليار. ايه باي. مين اكبر رجل اعمال بتحسه هو كذبه كبيره؟ ما بشوفهم، ما بتابعهم. بس انه ما بتتذكر مثلا او اشخاص طالعين معي يمكن ماني منتبه. منك منتبه. لا ما بتابع هول. يعني مثلا انا بتابع احمد لانه احمد حقيقي مهضوم قريب للقلب. ما بتابع هول الفيك، ما بضيع وقتي فيهم. انا ما بحضر اخبار، ما بحضر قصص ما لها لزوم. شو اكثر كلمه بتستفزك على السوشيال ميديا؟
الناس اللي ببيع اللي هو كلمه واحده هيك استفزتك بعد علقانه براسك لهلا؟ كتير. ايه هلا بالوقت الحالي القصص الطائفيه اللي عم تصير، هي قصص كلمه طائفية. بتستفزني. ايه هي بيستفزني حتى هول اللي بيطلعوا بيكبوا سم بالسوشيال ميديا. ايه طب شو بيستفزوني. بيستفيدوا اقول لك؟ ما معقول بعرف يكونوا اذا مبعوثين في من اجنده معينه، بس انا بستغرب ليش الدوله ما بتجيبهم، لانه ممنوع هذا الشيء. هذا الشيء عم ياثر على السلم الاهلي وعلى العيش المشترك. هذا بيستفزني بيك تايم. غير هيك ولا شيء. طيب انا امير بدي اتشكرك كثير على هيدي القعده البسيطه الحلوه. بتعقد والله. كنا اليوم باول حلقه مع امير بسطح المليار. ان شاء الله دائما حتكون عم تشوفوا كل مره ضيف جديد. حنكون قاعدين هيك قعده كثير رواق، كثير سمبل. تعلمت السمبلسيتي من امير لانه هو كثير حقيقي، لانه هو حدا ليترلي من البرودكتس تاعهم اللي بيقدمهم. تفوتوا على القريه كل شيء ليترلي ما في اوصف لكم مدى الحقيقه اللي بيقدمها للعالم. لهيك هيدا سر من اسرار نجاح امير. فيني خبرهم شيء. اكيد. انا بس بدي اقول لكم اذا بدك انه كمان عن جد، لا بليز انا بدي اكون مرتاح. اوكي كونوا حقيقيين، كونوا انتو. لحتى تنجحوا كونوا طبيعيين، كونوا مثل ما انتو. اللي بده ينجح بده يكون حقيقي، بده يكون عنده ثقة بنفسه، عنده ثقة ببلده، عنده ثقة بربه، راضي أهله. حدا في هلا ممكن في حدا يقول شو دخل أهلي؟ بالعكس، هذا شيء كتير مهم لحتى تنجح ولحتى تكون طريقك مليانة حب ونجاح وإيجابية. في كتير ناس ما بتحكي هيدا الشيء، بس هذا الشيء هو خطأ. والحقيقة انك تكون حقيقي ومرضي مع ربك، مع اهلك، مع ارضك، مع مجتمعك لحتى تنجح. وخان الصابون هو انبنى على الحب. خان الصابون اللي وصل للعالمية، خان الصابون اللي اليوم موجود ب 35 بلد بالعالم، جايز 625 فرع. واو طبيعة مان، واو. حقيقة. كونوا حقيقي. مين في براند اجنبي عنده 635 فرع؟ هلا في يعني إذا اشياء بنقارن- مختلفة. إذا- لوكسيتان لا عنده 635. عندهم 3000 فرع بالعالم. اوكي. ايه لوكسيتان وهيك عنده 3000 فرع بالعالم. أوكي. وفي كذا براند تانيين. بس انا بتعرف انه اول مره بسمع فيه. ايه هو موجود بكل العالم، حتى بلبنان موجود. اوكي، حتى في براند تاني الريجنال مانجر تبعيته، عشان ما نرجع نسميه بيقولوا امير عم يسمي الدنيا كلها، تشتري البرودكتس تبعنا. تخيل هن براند كوزماتيك موجود بثلاث ارباع المولات بلبنان وبكل الخليج وبكل العالم. شو عم تحكي؟ اسمه داشي. اوكي، المسؤولة الميدل ايست تجي لعنا على المحل، بتفوت تشتري غراضة. بريطانية هي. اوف بس هالقد. في حدا عنده براند عم يقلد خان الصابون هلا موجود بالكويت وبكذا مطرح. هي اللي بدبي سكرتوه. لا نحن خان الصابون مارينا مول بابو ظبي، بس بدبي عم يقلدنا سكرناه. هيدي برايس اوف سكسس. اليوم عم يطلع كثير ناس عم تحاول تقلد. حدا بيقول خان الفرنج، خان الصابون، عفوا خان الصابون نحن، بيت الصابون، فيلة الصابون، قصر الصابون، قصر الصابون، مغارة الصابون. ولو والله عيب. الشاطر اللي بيصنع هو الايدنتيتي تاعيته، الايدنتيتي، الهوية. صح. مش تجي تقلد. التقليد هو ضعف مش قوة. صح. بس هذا دليل انه نحن فوق ونحن بس فوق هيك.